سلام الله عليكم إخواني أخواتي، نتمنى من الله أنكم تكونوا بخير وعلى خير وفي صحة جيدة. في هذا الفيديو ديال الإخوان غادي نهضروا على أساس الخرجة ديال سعاد جوهرة مغربية، وغادي نهضروا على أساس الحكم اللي كما قلنا ديجا أنه اليوم غادي يكون النطق بالحكم، يعني الحكم النهائي. ولكن الإخوان أكيد أنه كاين بزاف ديال الأمور اللي غيرات هذا الشيء كامل. وما نساوش بلي انه ما تمش الحضور ديال هذه العائله بالكل، سواء مع سعاد سواء مع الطرف الثاني حتى هما، حتى شي واحد فيهم ما كان حاضر، وكانوا حاضرين فقط الدفاع ديالهم هما اللي جاو، ولا المحاميين ديالهم هما اللي جاو وحطوا بعض الاوراق. سطروا لي مزيان على هذه النقطه هذه ديال بعض الاوراق، لانه صراحه دوك الاوراق ممكن انهم هما التنازلات. باش نكونوا واضحين الاخوان، غادي نهضروا الاخوان في موضوع اخر اللي هو الخرجه ديال سعاد في المنبر الاعلامي، اللي اكيد انها هضرات في شي امور جد مهمه، واكيد انه كان تماك واحد الاعتراف اللي كتعترف به، واكيد انها مازال لحد الان متشبته به. رغم هذا الشيء كامل اللي كنشوفوه، الا وانها مازال متشبته بديك الهضره ديالها، ومازال متاكده بلي ان هضرتها هي اللي صحيحه. اما بالنسبه لمايا روج، رغم ان القضاء اكيد انه قال الكلمه ديالو تحيه للقضاء الاخوان، ولكن بالنسبه للكلام اللي قالته مازال متشبته به ومازال متاكده منه. المهم اخوان، غادي نهضروا في شي امور جد مهمه، واكيد اننا غادي نحلوا بزاف ديال الخرجات اللي خرجوها. وغادي نهضروا الاخوان كذلك على الزوج ديال يسرى، اللي اكيد انه بالنسبه ليسرى في اللايف ديالها هضرات في الموضوع ديال الطلاق ديالها، وبالنسبه راكم عارفين داك الشيء النفقه وداك الشيء كامل اللي صراحه بارطاجت بعض المعلومات. فاكيد الا بقات الوقت الاخوان غادي نناقش معكم هذه الامور هذه، ولا جاب الله مشى الحال فغادي نديروا بالناقص، لانه ماشي شي حاجه اللي كتهمنا. لان الانسان اللي صراحه اللي هو اصلا بادي حياته منذ البدايه، هو عارف راسو بلي انه راه غادي تكون واحد اللحظه او واحد المده زمنيه وغادي يطلق منها، فما كاينلاش اننا نبرصوا مخنا، وما كاينلاش اننا نزيدوا نحكوا القرجوطه ديالنا على ود والو. باش نكونوا واضحين الاخوان، نهضروا في الامور اللي هي مهمه. وحنا عارفين دابا حاليا ان هذه الاسره هذه ولا هذه العائله بصفه عامه الحقيقه المره ديالها، كلشي دابا حاليا ولا عارف هذه الاسره هذه. وإلا مشيتوا الاخوان لجميع الخرجات ديال هاد الاشخاص هادو بالخصوص سعاد، فاش سيروا مباشره للتعاليق، ما تشوفوش لا فيديو بوحدو، سيروا التعاليق وشوفوا الناس الراي العام كيفاش تفاعل مع هاد لا فيديوهات هادو. وحنا عرفنا شحال من مشاهده جابوا بالنسبه لدوك لا فيديوهات. وشوفوا لي الاخوان ردود الافعال ديال المواطنين والناس اللي كانوا كيعلقوا، فاكيد ما عجبهمش الحال نهائيا، وكيطالبوا كيطالبوا من السلطات انها تدخل في اقرب وقت ممكن. ومازال غادي نهضروا في ديك النقطه اخرى الاخوان ديال بونضيف، ديك الحمله ديال بونضيف واش كاينه ولا ما كايناش. لان صراحه كنا حنا كنتظروا شي امور اللي غادي توقع من بعد ما قالوا بانهم غادي يمشيو لمدينه فاس. فهنا تم تاكد بانه غادي تكون شي حاجه، بالخصوص ان الاشخاص هادو عندهم مشاكل في القضاء. فلهذا انه بالنسبه لهاد الناس هادو عارفين بلي ان هاد الاشخاص هادو حاطين لنا العقوق، حاطين لنا الامور اللي ما خصناش نشوفوها، حاطين لنا مشاكل ديالهم، حاطين لنا شي حوايج اللي ما خص الاولاد او الاطفال ديالنا انهم يشوفوها ولاو كيخسروا التربيه ديال الاولاد ديالنا، الا وانه كنشوفوا امور اخرى. حنا مازال كنتسالوا واش فعلا كاينه شي حمله ديال بونضيف، او لا غير مجرد هضره كتقال وكتبارطاجاو كل واحد وكيفاش داها، وصدفه فقط استضفات ديك القضيه ديال هيام. واكيد انه من هنا بداو عاوتاني الناس كيهضروا، وبداو القنوات والمنتقدين حتى هما باش انه يقولوا بان راه جات الحمله وكل شيء غادي يمشي فيها. المهم اخوان، هذا هو الموضوع اللي غادي نهضروا فيه ان شاء الله، وغادي نزيدوا نتعمقوا فيه ان شاء الله في هذا الفيديو هذا. فقبل ما نتخصصوا بالموضوع، الا كنت اول مره كتشوف القناه ما تنساش تهبط لتحت وتبارك على زر الاشتراك وتفعل ميزه زر الجرس باش يجيكم الجديد. وما تنساوناش الاخوان ديروا لايك الفيديو، واحد تعليق يكون تحفيز، ما تنساوناش من البارطاج ديالكم. والان الاخوان على بركه الله، ولا نطولوا نقصروا. اول حاجه الاخوان غادي نهضروا فيها هي الخرجه ديال سعاد. واش شتا الاخوان ديك الخرجه اللي خرجاتها؟ النهار اللي كانوا الناس كيتسناو وباغيين باش انهم يعرفوا شنو كان واقع بالنسبه للحكم النهائي، شنو كاين، واش تم الحكم، واش تعطات البراءه ولا ما تمت الادانه، ولا شي امور اللي هي جد مهمه. والناس كتنتظر كتنتظر بفارغ الصبر باش انهم يشوفوا شنو واقع، الا وانه كنتفاجئوا بالخرجه ديال سعاد. وماشي سعاد اللي كنعرفوا، باش نكونوا واضحين، ديك سعاد اللي راكم عارفينها كل مره كتطلع. هاد المره طلعت لنا واحد سعاد اخرى،
واش بغات تبين للناس بان هي نيبالا، واش بغات تبين للناس بانه راه هي فعلا شدات البراءه ديالها وفرحانه بها وكتحتفل بها، ولا بغات تبين راسها بانها زوينه ومشات تماكي انها دارت شي اشهار، ولا مشات بينات شي صالون ديال شي صاحبتها ولا شي حاجه وتهلاط فيها وبغات تبينها فقط. يعني شي امور اللي صراحه يعني خاصنا ضروري نعرفوا السبب اللي خلاها باش انها تخرج بديك الطريقه، لان هي اول وحده اللي كانت كتعيب الابنه ديالها اللي كتقول لها لا حقه كتخرجي بحال شي طريجه ولا كتزوقي. فاحنا ماشي ضد هذا الشيء كامل، الا وانه الناس يعني ما موالفينش فيك باش انك يعني ديري ديك الطريقه ولا ديك الخرجه ولا تزوقي ديك الدرجه، يعني ما موالفينش، موالفين عليك الناس يعني شي حاجه خفيفه. ودابا حاليا يعني صدمتي بزاف ديال القنوات، وبالخصوص يعني الصديقات ديالك اللي كانوا، اما دابا راه ما بقاوش صديقات ديالك، اللي كانوا صديقات ديالك اللي خرجوا صراحه بلا فيديوهات ديالهم وخرجوا بردود افعال اللي هي مغايره وتفاجئوا. يعني الناس كانوا كينتظروا باش انهم يتفاجئوا على اساس الحكم، واش تحكمات ولا ما تحكماتش، واش تعطات لها البراءه ولا تمت الادانه ديالها ولا تمت، يعني بزاف ديال الامور. فمن بعد ما الاخوان يعني شافوها في ديك الحاله تصدموا ونساو الموضوع ديال الحكم شنو كان فيه ولا داك الشيء كامل. علاش؟ لانها خرجت بواحد الوضعيه اللي صراحه حتى شي واحد ما كان كيظن بان هذه الانسانه هذه يعني في هذه الفتره هذه تخرج بهذيك الطريقه. واحد الحاجه اللي غادي نزيدو ناكدوها الاخوان من هذه الخرجه هذه اللي دارتها، كتزيد تبين للناس بانه راه كاينه البراءه وفرحانه بها. وبالنسبه لهذا الموضوع هذا فاكيد انه ديك الوريقات اللي كما كيصرحوا الناس اللي كانوا حاضرين يعني في الجلسه اللي كانوا كينتظروا باش انه يعني يتم النطق يعني بالحكم النهائي في هذه القضيه ديال العقوق، اكيد انه ماشي العقوق الاخوان عفوا باش ما نمشيوش بعيد، يعني القضيه او الملف ديال ان الابنه ديالها كتتابع الام ديالها، فحنا كنتسناو يعني النطق النهائي في هذه القضيه هذه. ولكن في الاخير ما كان لا نطق لا حتى شي حاجه. وشنو كان وقع الاخوان؟ انه ما تمش الحضور ديال هذه الاسره هذه بصفه عامه، يعني كان واحد الاتفاق بيناتهم، اولا بالنسبه يعني الدفاع ديالهم هما اللي قال لهم حكا ما تجيوش، يعني ما كاينلاش انكم تجيو لانه الحكم انا غادي، حنا اللي غادي نجيبوا لكم الاخبار ديال الحكم شنو كاين، يعني الحكم النهائي الدفاع ديالهم هما اللي غادي يقول لهم شنو كاين باش غنكونوا واضحين. فلهذا ما كاينلاش انه تجيو نتوما لانه ما هادشي تم اعلان عليه يعني في الجلسات، فلهذا غادي يبقى كي بحال قلتو سري بقى بيناتهم، وفي الاخير غادي يشوفوا كل واحد شنو كان في الحكم ديالو. المهم يعني هنا اكيد انه بزاف ديال الناس يعني مشاو باش انهم يجيبوا الحقيقه، ولكن من بعد اكتشفوا بانه راه ما كاين والو غير كيضيعوا في الوقت ديالهم. فكنتسناو دابا حاليا يعني الحقيقه من طرف من طرف المعنيين بالامر، يا سعاد يا اما الطرف الثاني اللي هي يسرى. ولكن حتى شي واحد فيهم ما كيهضر في هذه النقطه هذه، حتى شي واحد فيهم ما باغيش يبارطاجي حتى شي معلومه، واش مازال ما شدوش شي مصدر ديال المعلومه واش، فالله اعلم. ولكن بالنسبه للملامح يعني كتبين يعني شنو كاين، يعني بالنسبه للخرجه ديال سعاد بينات بانها هي شدت البراءه ديالها. ولكن دوك الورقات اللي حنا بغينا نعرفوا شنو كان فيهم، واش فعلا انه في لانه جوج اوراق كما صرحوا يعني الاشخاص اللي كانوا حاضرين، فكيقولوا بانه تم يعني وضع جوج ديال الاوراق اللي هما الله اعلم ربما انه يعني يكونوا تنازلات. فهاد الشيء يعني ماشي بعيد علينا، واكيد ان هاد الشيء ماشي شي حاجه اللي هي جديده علينا، فكنا حنا منتظرين بهذه النقطه هذه، وكنا كنعرفوا بلي انه في نهايه المطاف غادي يحطوا البراءات ديالهم، يعني كل واحد غادي يحط يعني التنازل، فاكيد غادي يكونوا تنازلات وكل واحد يمشي لشغاله. يعني هاد الشيء راه ماشي غريب كما قلت لكم، ديجا وقعات يعني بالنسبه راكم عارفين ديك الانسان اللي كان وقعت لها في العائله ديال البدويه، عاهه مستديمه وفي الاخير حتى نهايه المطاف عاد حطات يعني التنازل ديالها وكل شيء صافي سدات معدن. المهم هاد الناس هادو يعني كيزيدوا ياكدوا بلي انه يعني شحال من واحد كيقول بلي انه راه الناس هادو راهم درسوها منذ البدايه وتلاعبوا على المتتبعين بهذه الطريقه هذه، وبالنسبه لهذا الشيء اللي كان واقع لهم هذا المشكل هذا خرج لهم على السيطره، ما ولاش متحكمين فيه. ولكن دابا فاش جات الوقيته من بعد ما سمعوا ديك الحمله ديال بونضيف، يعني ناضوا باغيين يبينوا الناس ولا باغيين يبينوا لعباد الله بانه راه باغيين الصلح، ولكن ما كاينش اللي صالحنا. وحنا كنا كنتظروا من شحال هذه الصلح، يعني كل مره يعني فاش مدات يديها يعني لبنتها فاكيد انه ما كانش واحد رده الفعل، وقالت لها بانه هي ما غاديش تسمح للام ديالها، وما عمر هذاك النهار غادي يكون نهائيا. فالناس يعني مازال متبعين في هذه القضيه هذه ومازال متبعين في هذه الامور هذه، وفي الاخير كنتفاجئوا الاخوان يعني مازال ما شفناش الحكم باش نكونوا متاكدين، ولكن بالنسبه لذوك الاوراق فغالبا غادي يكونوا تنازلات. المهم نسدوا علينا هذه النقطه هذه. دابا الاخوان نمشيو لنقطه اخرى ديال بنتها اللي هي يسرى مع الزوج ديالها.
حنا عارفين بانه راكم عرفتوا بانه صافي هما طلقوا، ولكن بالنسبه للمطالب اللي كما صرحات بهم يسرى يعني كتقول بلي ان يعني الزوج يعني عطى على حساب يعني القضيه ديالها لانها هي حامله، فخاص ضروري تخلص ديك 2000 درهم. وبالنسبه لقضيه اخرى فيها 1500 واش ديال النفقه ولا ما عرفت شنو، لا ديال الكراء كما كيقولوا ديال المنزل. المهم هادشي على اساس الهضره ديالها يعني بين 1500 حتى ل 2000 درهم، يعني التوتال كامل الاخوان هو 3500 درهم. اللي صراحه هنا كانت يعني في ذاك اللايف بدات كتحسب يعني خربقات عباد الله ما فهمنا فيها والو، ولكن كتزيد تاكد باللي انه الهضره ديالها هي اللي اكيد اللي ولات صحيحه، وبلي ان هي وصلت للمطالب ديالها، وبلي ان هي وصلت للمستحقات ديالها. علاش؟ لان الزوج ديالها كان خبرهم بلي انه هو كان كيشد فقط يعني 1000 درهم تقريبا شهريا، وهو ماشي مول المحل، وبلي انه هو غير خدام وداك الشيء كامل. واش تم البحث في ديك القضيه وتم البحث في المعلومات ديالو، اكتشفوا بلي ان الانسان او داك الشخص بالضبط يعني كان كيكذب على المحكمه. فاكيد انه من بعد ما شافوه بلي انه كيدير هذا الشيء كامل يعني داروا اللازم وعطاوها الحقوق ديالها. وبالنسبه كما قلت لكم راه شنو نقول لكم، يعني القضيه راه كتبان يعني كي بحال الام بحال الاب بحال يعني داك الشيء اللي كان واقع، نفس السيناريو اللي وقع مع الام ديالها. الا وان لافونتاج اللي كان عند الام ديالها ان هي يعني فتره يعني كبيره بزاف، يعني الانسان توصلت تقريبا حتى 18 سنه عاد انه طلقوا داك الشيء كامل ورجعت عاوتاني. ولكن بالنسبه للابنه ديالها طلقات في واحد المده يعني قصيره بزاف، والغالي في الامر الاخوان انها ولات حامله، يعني ما بقى لها والو باش انها تولد. ومازال لحد الان يعني كتعرض لبعض الامور اللي صراحه عاوداتهم يعني في ذاك اللايف، اللي صراحه يعني كانت امور خطيره بالنسبه لها. لانه من بعد ما شاف ذاك المنظر يعني كتشوفوا ولا كتعرفوا يعني واحد الانسانه هي حامله يعني كتوقع عليها شي حادثه ولا شي حاجه لا قدر الله، فاكيد انه يكونوا فيه بزاف ديال الاضرار وبالخصوص على الجنين. فبالنسبه لها هي يعني من بعد ما وقعت لها ديك الواقعه فاكيد فاش ناضت يعني حسات بالرعب، واكيد انها خلات يعني صحاب الدار باش انهم يحسوا بلي انه راه كاينه شي حاجه. ولكن هي فقط هي يعني زيرت على راسها يعني في ديك الفتره فاش وقع عليها داك المشكل وفاش هربوا داك الشيء كامل. فاكيد من بعد عاد انه استرجعات يعني النفسيه ديالها، لانه صراحه داك الشيء اللي كان وقع عليها راه ماشي عادي، واكيد انه يعني كيكون صعيب على المراه الحامل بصفه عامه. دابا الاخوان غادي نمشيو نهضروا يعني في واحد النقطه اخرى اللي صراحه اللي كاين بزاف ديال المواضيع، ولكن ما كنبغيش نزيد نطول عليكم بزاف. فغادي نهضروا في واحد النقطه وغادي نختموا هذا الشيء كامل، لانه صراحه ولا كنشوفوا امور يعني في شكل. بالنسبه للخرجه الاعلاميه يعني في المنبر الاعلامي اللي خرجت يعني فيه سعاد انها كتزيد كتهضر يعني في القضيه ديال زينه المحارم، وهي شفناها بانه ما بغاش تهضر في هذيك النقطه. يعني من بعد ما سولها يعني الصحافي فمن حقها باش انها تسد ذاك الموضوع، لان يعني صافي تمت يعني البراءه الانسان اللي هي كانت كتهمه بانه هو اللي دار وهو اللي فعل، واكيد ان السيد يعني خدا البراءه ديالو. فما كاينلاش انه مازال حنا نهضروا في هذه النقطه هذه، وهي فعلا يعني عرفات راسها بانه غادي تجيب غير عاوتاني النحل على راسها وغادي تضرب عاوتاني في القضاء. اكيد هي داك الشيء علاش انه قالت لذاك السيد ولا داك الصحافي بانه سمح لي ما غاديش نهضر معك في هذه النقطه هذه. ولكن اكدت لنا واحد الحاجه اللي صراحه اللي كما قلت لكم قالت لك يعني هي رغم ان القانون يعني انصف ذاك الانسان واعطاه البراءه ديالو، الا وانه هي مازال متاكده بانه كاينه زنا محارم. يعني مازال متاكده بانه كتقول بلي ان هذاك الانسان او الاب ديالها هو اللي راكم عارفين. فهذه هي النقطه اللي صراحه هي مازال متشبته بها ومازال متاكده بان راه كاينه، وكتقول بان هي الله ياخذ الحق يعني بداك الانسان اللي قام بديك الفعله على بنتها. يعني هي مازال عارفه راسها بانه الهضره ديالها مازال على صواب ديالها ومازال قائمه. وبالنسبه يعني اللي خلى باش انه يتبدل المجرى ديال الحكم وتعطات البراءه بوكريشه، لان الشهود وبالخصوص الاخت ديالها اللي ما جاتش وغدروها هادشي اللي كتقول وهادشي اللي قالت، وقالت لك انا متاكده وهي متاكده، واكيد انه هي اللي كانت عايشه وهي اللي كانت كتشوف شي امور. فممكن انها هي كتزيد تاكد لكم بانه راه كاينه داكشي كامل اللي في راسكم. المهم اخوان هادشي اللي كان الاخوان في هذا لا فيديو هذا، ما بغيتش نطول عليكم بزاف. وما نساوش بلي انه يعني بزاف ديال الناس يعني تفاعلوا مع دوك لا فيديوهات اللي تحطوا في المنابر الاعلاميه
واكيد ان الراي العام بصفه عامه ما عجبوش الحال، واكيد انه يعني معصب لواحد الدرجه ما كتصورش، يعني بالخصوص هذه الاسره هذه كاملها، وباغيين وكيطالبوا من السلطات باش انه يتم اغلاق جميع القنوات ديال هذه الاسره هذه، باش انه حتى شي واحد فيهم ما بقاش يخرج وبقى يهضر على شي واحد، او لا يحطوا لنا المشاكل ديالهم، او لا يعطيو يعني الطاقه السلبيه للمتتبعين اللي باغين او لا محتاجين باش انه هما تكون عندهم واحد الطاقه ايجابيه. المهم اخوان، بالنسبه لهاد الامور هذه كما قلت لكم راه مازال اكيد انه كاينين امور اخرى، ولكن بالنسبه لهاد الحمله هذه ديال بونضيف اللي صراحه كيقولوا حمله ما حمله، ولكن يعني بينات بعض الاوجه، واكيد انه بينات بعض الناس على حقيقتهم بلي انهم فقط هما يعني كيبينوا الوحش ديالهم، ولكن فاش كيجي اللي كبر منهم يعني كيبداو يحترموه حتى يدوز عاوتاني عاد يبينوا الوحش ديالهم. المهم اخوان، نتمنى انكم فهمتوا يعني المغزى ديالو، نتمنى انكم يعني سمعتوا لهاد التفاصيل، واي واحد وصل لهاد النقطه هذه نتمنى انه ما ينساناش باللايك وما ينساناش في التعليق يكون يعني تحفيزي اي حاجه كما كانت، والبارطاج الاخوان، بارطاجيو لنا هاد لا فيديو لاوسع نطاق ممكن باش انه يوصل كاع الناس اللي مهتمين بهذا الموضوع هذا. وشكرا على المتابعه والى اللقاء.